بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن الاغتسال بماء المطر هو طارد للشياطين، وفيه شفاء للسحر والحسد والعين والمس. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله العظيم. فرقية ماء المطر تعني استخدام الماء المطر المبارك كعلاج، حيث يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم وأدعية الرقية الشرعية بنية الشفاء، مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات، مع الاعتقاد أنه ماء مبارك حديث عهد ربه وله فضل. وقد ورد عن بعض السلف استخدام ماء السماء مع العسل، ويستحب التعرض له تبركا، مع التأكيد على أن الشفاء من الله وحده، وماء المطر مجرد سبب. أما بالنسبة لكيفية رقية الماء المطر، أولا نقوم بجمع الماء وحصره في مكان نقي ومباشر، ويفضل أن يكون وقت نزوله أو من أماكن طاهرة. ثانيا النية واليقين بأن الشفاء بيد الله وحده، وأن الماء سبب مبارك فقط. ثالثا القراءة عليه، اقرأ على الماء آيات الرقية الشرعية والأدعية المأثورة: الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، المعوذات الفلق والناس 7 مرات لكل منهما، سورة الإخلاص قل هو الله أحد 7 مرات، آيات السحر والشفاء كآيات من الأعراف ويونس وطه، والأدعية النبوية مثل دعاء نزول المطر. وبالنسبة للاستخدام، يشرب من الماء أو المسح به على الجسد بنية الشفاء أو الاغتسال به، أو كلهم مع بعض. كما سبق الذكر، فإن ماء المطر مبارك لقوله تعالى: وننزل من السماء ماء مباركا. وفي حديث السلف ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئا فليشتري عسلا بمال قليل ويشربه بماء السماء، وهو إشارة لبركة ماء السماء كما في تفسير ابن الكثير. وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للمطر في أول نزوله تبركا لكونه حديث عهد ربه، أي عهد قريب بالنزول من السماء. ولكن لا جزم بأن ماء المطر وحده شاف من السحر أو العين، بل هو سبب مبارك يقرأ عليه القرآن بنية الشفاء، والشفاء الحقيقي من الله تعالى وحده. وتجنب الاعتقادات الخاطئة والمبالغ فيها. ولم يتبقى لنا سوى الدعاء: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، وألبسنا ثوب الصحة والعافية. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا جميعا بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.